هل تتخيل أن شركة طيران واحدة تتحرك في قلب أزمة عالمية وتحولها إلى نموذج يحتذى به؟ هذا بالضبط ما فعلته مصر للطيران مع أزمة عطل طائرات إيرباص A320. خلال الأسابيع الماضية واجهت آلاف الطائرات حول العالم مشكلة تقنية مفاجئة في برنامج يتحكم بزاوية مقدمة الطائرة، ما تسبب بتأخيرات ضخمة واضطراب في التشغيل. إيرباص طلبت من شركات الطيران إجراء تحديثات عاجلة، لكن مصر للطيران كانت الأسرع والأدق تنفيذا. فرق الصيانة والهندسة في مصر للطيران نجحت في فحص الطائرات وتنفيذ التحديثات بالكامل خلال 8 ساعات فقط دون أي تأثير على جدول الرحلات، بل وتم تحديث برمجيات 15 طائرة بمعدل مذهل بلغ 3 ساعات للطائرة الواحدة، مع وصول معدل انتظام التشغيل إلى 86%. الإنجاز كان كبيرا لدرجة أن مدير الدعم الفني في إيرباص سيمون كونغ غير صورة غلاف صفحته على لينكدين ووضع طائرة مصر للطيران تكريما للفرق المصرية، واصفا ما حدث بأنه إنجاز تاريخي وأحد أفضل نماذج إدارة الأزمات. ولم يتوقف الأمر هنا، إيرباص نفسها أرسلت رسالة رسمية تشكر فيها مصر للطيران على الاستجابة السريعة والتنفيذ النموذجي، مؤكدة أن دورها كان حاسما في تسريع الحل على مستوى العالم. وسط أزمة مشكلات تقنية طالت آلاف الطائرات، برزت مصر للطيران كواحدة من أسرع الشركات استجابة وأكثرها دقة، إنجاز يحسب للكوادر المصرية ويثبت أن الاحترافية الحقيقية تظهر وقت الأزمات.